سبيل كان رابع المتسابقين في هذا الأسبوع الأخير في فئة التعليق الرياضي، وحتى الآن لم ينجح أحد حسب رأي اللجنة، مما يضاعف من مسؤوليات المشجع الاتحادي أحمد سبيل. تعلق من قبل؟ والله ما علقت، بس كانت تجربة، فرصة حلوة. لقيت الفرصة وقلت يلا يمكن تضبط. هي والله، لكن في الأساس الهواية ما موجودة. الهواية لا، من قبل ما جرى. يلا يمكن تضبط، تفضل. أتمنى إن شاء الله. كرة ملعوبة، الكرة موجودة في خط الظهر، تمريرة للأمام. في ضغط من اللاعب أحمد خليل، تنزل الكرة يستلمها راشد عيسى الله، ضاعت من راشد ترجع الكرة إلى عبد العزيز هيكل تمرير، عبد العزيز هيكل يلعبها إلى خميس إسماعيل. منتخبنا أفضل، منتخبنا ضاغط، منتخبنا رائع، لولا البداية السيئة لمنتخبنا. يا سلام، أحمد خليل اللي ما له مثيل، أحمد خليل اللي ما له بديل، أحمد خليل بأقدام خليل وصلنا إلى لندن، وكان الأمل لندن وما ضيعنا الأمل. ما شاء الله عليك يا أحمد، حماس منقطع النظير في أروقة الاستديو لتكون أحبالك الصوتية محور النقاش على طاولة لجنة التحكيم. يعطيك العافية أحمد سبيل، ما قصرت. كان بس في مشكلة في مسألة التفاعل مع هدف المباراة، لكن هذه مع التدريب إن شاء الله تقدر تكتسب فيها خبرة. لكن من ناحية صوتك أنا عجبني صوتك، وإن شاء الله تتوفق بإذن الله في المجال. ما دام الكل عجب صوتك، يعني ركز، خذ العملية بجد، تابع، اقرأ، علق على البلاي ستيشن وجرب في فرصة ثانية إن شاء الله. لا عندك قوة الصوت بصراحة، صوت قوي جدا. أشكرك. وأتمنى أن تستفيد منه صح يعني. إن شاء الله. والله يوفقك. بهذه الموافقة الجماعية من لجنة التحكيم